يلا بينا نكمل كتابة سي في. خلي الاتش ار يكلمك علشان تعمل انترفيو. ثالث حاجة بتكتبها في السي في هي التعليم. وعلى فكرة من اول الجزء ده فالترتيب في السي في مش ثابت ومتغير. في التعليم انت بتكتب تخصصك، اسم كليتك، اسم جامعتك، والتقدير اللي انت جايبه. وكمان لو انت مرتب على القسم او الكليه او الجامعه فبتكتب الترتيب بتاعك. لو عندك مشروع تخرج بتكتب اسم مشروع التخرج وبتكتب التقدير اللي انت جبته في المشروع. لو اخد شهاده بقى دبلومه ماجستير او دكتوراه فانت الترتيب بتاعك في التعليم بيكون من الاحدث للاقدم. رابع حاجه بتكتبها في السي في هي الخبرات الوظيفيه. وفي الجزء ده بتكتب التايتل اللي انت كنت بتشتغل فيه، اسم المؤسسه اللي انت كنت موجود فيها، وايه هي عدد سنين خبرتك، واهم حاجه لازم تكتبها المهام اللي انت كنت بتقوم بيها في الوظيفه وتبقى موجوده على هيئه نقط. خامس حاجه بتكتبها في السي في ودي اخر نقطه هنتكلم عنها النهارده هي الكورسز. والكورسات بتبقى متقسمه لكذا جزء، الجزء الخاص بالكمبيوتر والجزء الخاص باللغات والمهارات الناعمه والمهارات التكنيكال الخاصه بالوظيفه. وخلينا نقول ان في الجزء ده بالذات مهم جدا انك تنتقي الى الوظيفه اللي انت مقدم عليها فعلا محتاجاها.